وليد الركراكي اسمه ولا يفرض روحه في كرة القدم الإفريقية والعالمية، مش بالضجيج ولا بالتصريحات الفارغة، بل بالنتائج، بالهدوء وبالعقل. من نهار تعيينه على رأس أسود الأطلس في أوت 2022 والراجل ماشي في طريق ما كانش حتى أكثر المتفائلين يتصوروا، كتابة تاريخ جديد للمغرب خطوة بخطوة وبطريقة تقول هكا الخدمة ولا بلاش. الركراكي المولود في 1975 بفرنسا، هو ولد الكرة قبل ما يكون ابن بنك التدريب. مدافع دولي سابق، لبس قميص المنتخب المغربي 45 مرة بين 2001 و2009، وعاش مرارة الهزيمة في نهائي كان 2004 قدام تونس. هزيمة موجعة، أما الظاهر أنها خلت في قلبه جروح تحول مع الوقت إلى دافع. اللاعب اللي دار أوروبا بين تولوز، راسينغ سانتاندير وأجاكسيو، عرف شنو معناها الانضباط والضغط واللعب تحت الحسابات. كيف علق الصباط ما مشيش بعيد، دخل عالم التدريب سنة 2014 مع الفتح الرباطي ونجح من أولها، كأس العرش في 2014 وبطولة المغرب في 2016. من بعد قطر مع الدحيل لقب 2020، وبعدها الوداد البيضاوي، وين دخل التاريخ من أوسع أبوابه، البطولة مع دوري أبطال إفريقيا 2022 وأول مدرب مغربي يربح اللقب القاري منذ 1992. وقتها برشا قالوا الراجل هذا جاهز لحاجة أكبر. وجات اللحظة المفصلية في 2022 في شهر أوت، الجامعة الملكية المغربية تعين الركراكي مدرب للمنتخب قبل 3 أشهر فقط من مونديال قطر، بعد إقالة وحيد خليلوزيتش بسبب مشاكل داخلية. القرار كان فيه مخاطرة، بصراحة الوقت قصير، المجموعة صعيبة والضغط رهيب، أما الركراكي دخل بثقة، فوز ودي ضد مدغشقر ومن غادي شد الطريق للدوحة. في كأس العالم 2022 صار اللي ما كانش في الحسبان، المغرب يتصدر مجموعة فيها كرواتيا وبلجيكا، يقصي إسبانيا في ثمن النهائي بركلة الترجيح، وبعدها يهزم البرتغال ويولي أول منتخب عربي وإفريقي يوصل للنصف النهائي. دفاع من حديد، روح قتالية وانضباط تكتيكي خلى العالم الكل يصفق. صحيح الخسارة قدام فرنسا وصحيح المرتبة الرابعة، أما الرسالة كانت واضحة، المغرب دخل نادي الكبار، والركراكي ولا أول مدرب إفريقي يوصل للمربع الذهبي، والتكريمات تهاطلت من كل بلاصة. بعد المونديال سقف الطموحات طلع، وربما برشا نسوا القاعدة الكروية المعروفة اللي تقول النجاح السريع يجيب ضغط مضاعف. في كان 2023 بالكوت ديفوار، المغرب دخل مرشح فوق العادة، لكن خرج من الثمن النهائي قدام جنوب أفريقيا. خيبة أمل كبيرة وانتقادات قاسية، أما الركراكي كما نقولوا يا جبل ما يهزك ريح، تحمل المسؤولية وبقى واقف. الجامعة جدت فيه الثقة، والراجل ربح جائزة أفضل مدرب إفريقي سنة 2023 وكمل يخدم على مشروع طويل النفس. كان 2025 في المغرب كانت الاختبار الحقيقي، تنظيم على أرضك في بلادك، جمهورك حاضر وبقوة، وضغط التاريخ. آخر لقب كان 1976. الركراكي دخل البطولة بخطاب مختلف، تواضع، تركيز وتذكير دائم بالأساسيات. في التصفيات ثم في دور المجموعات المنتخب كان منظم وما يقبلش أهداف، ويضرب وقت اللي يلزم. حكيمي، بونو، النصيري، الزلزولي وإبراهيم دياز نجوم، أما الكل يخدم للمنظومة. وفي 14 جان في 2026 البارح جاء الموعد الكبير في نصف النهائي قدام نيجيريا،
ماتش أعصاب 0-0 والذهاب لركلة الترجيح، وهنا تبين صنعة المدرب، هدوء، ثقة في بونو، واختيارات محسوبة. المغرب يربح ويتأهل للنهائي قدام السنغال، لحظة تاريخية وبلاد كاملة تعيش الحلم. اليوم قبل النهائي وليد الركراكي عنده أرقام تحكي عليه: 49 مباراة، 35 فوز، 10 تعادلات و4 هزائم فقط، نسبة انتصارات أكثر من 71%. أما الأهم من الأرقام هو التأثير. منتخب عنده شخصية، يعرف يدافع، يعرف يصبر، ويعرف يضرب. منتخب ما عادش يعيش على الصدفة. الركراكي ما هوش ملاك، يغلط ويكون عرضة للنقد، وهذا طبيعي. أما اللي يصير اليوم يثبت أنه المشروع متاعه واضح. مدرب يعرف تاريخ بلاده، ويعرف عقلية اللاعب المغربي والمغاربي، ويعرف كيفاش يتعامل مع الضغط. كما نقولوا الراجل هذا خدام على روحه، وراسه بارد وداخل سوق راسه. النهائي قدام السنغال هو فرصة باش يكمل الحكاية. ربح الكاس ولا لا؟ الركراكي ديجا بدل صورة المغرب الكروية، أما أكيد في حساباته وفي قلبه ثم حلم أكبر: يرفع الكان في الرباط ويقول للتاريخ كنت هنا وبدلت اللعبة. أن يرفع الكان في الرباط تلك ليست مجرد بطولة، بل لحظة تاريخية، لحظة يقول فيها للتاريخ بصوت المغاربة كلهم: هنا المغرب، وهنا يصنع المجد. إلى اللقاء.